هنعمل النهارده خلية النحل بالشوكليت، هتعجبكم جدا. عملنا احنا قبل كده اللي هي الساده وعجبت ناس كتيره، والنهارده هنشارككم بطريقه تانية. نفس المقادير تقريبا بس حاجات اختلافات بسيطه جدا. اول حاجه هنحتاج 100 مللي من لبن الحليب بيكون دافي، و90 مللي من الميه، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار سكر او عسل نحل. ده الفرق ان احنا زودنا هنا معلقه كبيره لان في كاكاو هيبقى مر شويه. ومعاهم معلقتين كبار من الزبادي، و70 مللي من الزيت، وبياض بيضه اختياري. لان انا مش هندهنها هنا بصفار البيض، فلو مش عايزين تحطوا بياض بيض مش لازم. ورشه فانيلا. دي المواد السائله اللي عندنا. المواد الجافه احنا في الطريقه التانية قلنا 400 جرام دقيق، هنشيل منهم 30 جرام يعني هيبقوا 370 جرام من الدقيق العادي، ومكان الدقيق هنحط 30 جرام من الكاكاو الخام، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح. يبقى دول 370 جرام من الدقيق، ومعاهم 30 جرام من الكاكاو الخام، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع معلقه صغيره من الملح. هنقلب بقى المكونات اللي عندنا كلها مع بعض، وهنعجن على اقل حاجه يعني من 7 ل10 دقايق لحد ما تلاقوا العجينه بقت ناعمه كده. وهنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي، بتاخد تقريبا ساعه لساعه ونص. بس هوريكم بقى طريقتين للتشكيل لحشو العجينه. اول حاجه اللي هو هنحشيها مكعبات من الشوكليت، وتكون اللي هي الميلك شوكليت لان هي العجينه فيها مراره شويه. هناخد بقى الكوريا ناخدها كده بالبركه زي ما انا عملت، او تعملوها بالمعلقه المعياريه لو حابين ان كل الكوريا يطلع حجمها قد بعض. وهنحط مكعبين صغيرين من الشوكليت جواها، واهم حاجه تكون متغطيه كويس علشان الشوكليت ما تطلعش منها. ونخلي بالنا ان الكور ما يكونش مع حجمها كبير لانها لسه هتنفش في الفرن. يعني المعلقه المعياريه عشان لو حابين تطلعوها كلها نفس المقاس. دي الطريقه الاولى. الطريقه التانية ان انا شكلت العجينه فاضيه، يعني عملت كور فاضيه لاني لسه حاشيها بعد ما تستوي. وهنسيبها بقى تخمر في مكان دافي تاني، وبعدين ندخلها فرن درجه حراره 190، بتاخد من 15 ل 20 دقيقه. هنغطيها ونسيبها بالظبط من 3 ل4 دقايق، مش هنغطيها فتره طويله. وبعدين نسقيها بالنوتيلا، اي شوكولاته سايحه عندكم. لو حابين تحطوا حليب مكثف معاها، بس انا حبيت الشوكولاته نوتيلا بتدي كونتراست حلو كده في الطعم. ودي الطريقه التانية، ودي اللي بالنسبه لي كانت احلى، ان انا حشيت الكور الفاضيه بالشوكولاته سايحه والنوتيلا او اي نوع عندكم. دي بقى ميزتها ان هي بتلاقوا فيه طعم لان النوتيلا مسكره مع الخليه الكور نفسها، هتطلع طعمها تحفه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير.